بونجور متهلم ان شاء الله هلم بخير وان شاء الله هالفيديو وياك يفعل خير. اسقاس امقاس ان شاء الله ذا مربوح وان شاء الله اسقاسنا الخير ذا الفرح ان شاء الله في اللون في اللون وكل اجمعين. كما راكم تشوفوا هذا الديكور كان في حانوت من الحوانت تاعنا احتفالا بيناير وباليوم الامازيغي. ما شاء الله كان ديكور بزاف هايل للاطفال اللي يحب يصور. الحانوت كانت متزينه بزاف هايله. من موراها خرجت نتسوق باه نشري الحوايج ونشوف واش كاين كامل. نحب نشوف الاجواء يكونوا بزاف هايلين. هذا ممر السعاده للاطفال فوق 20. بالنسبه عندي ممر السعاده للاطفال فوق 20. كما قلت لكم كانت الاسواق بزاف معمره بالحاف الحوايج تاع الفخار. مهم نديكم معايا ندورو مع بعضنا شويه ومن وراها ندخلوا للدار نطيبوا. كاين ناس تحتفل به في 12 جونفي وكاين ناس في 13 وكاين ناس في 14. ما على باليش على واه. اللي على بالو على واه يخلينا في التعليق. احنا احتفلنا به البارح في 13 جونفي. نديرو الشرشم الشاوي. كاين اللي يديروا بالغرس والسميد وكاين اللي يديروا مرقع. احنا من جماعه الشرق اللي يديروه بمرقع بصوص حاره بالخليع يجي الله الله. من موراها راكم تشوفوا هنا راني نوري لكم كاين كيما نقولوا هذوك الخيمات والاسواق. ما على باليش يقولوا لهم اسواق جواريه ولا ما باليش وشي. ليسونسيال كانوا دايرين يشوفوا لي هذو البريق بزاف هايل بزاف عجبني. كانوا يبيعوا اواني الفخار كانوا يبيعوا البسه تقليديه كانوا يبيعوا اكسسوارات. كان واحد الاجواء بزاف هايلين. شوفوا هذوك صغار ديروا فيهم حميص ديروا فيهم شخشوخه الكبار. مهم كان بزاف هايل الاجواء عجبوني بزاف هذو تاع البن. وعندنا كما قلت لكم بعد ما نطيبوا الشرشم نخرجوا على الظهر الاماكن اللي يسكنوا فيهم الاجداد تاعنا. كاينين اللي يجيبوا الحجر يحطوهم تحت الطابونه ما على باليش على واه. كاين اللي يقلبوا الحجر كي تلقاي النمل ما على باليش واش يقولوا. ليسونسيال كانت اجواء بزاف هايله. انا بعد ما صفيت هذاك القمح في الليل حطيته يترنخ كما راكم تشوفوا وغطيت عليه الصباح. نضت بكري حطيته يطيب مع الفول. نسيت ما رنختش الحمص كان في بالي كاين المرنخ ساعه ما لقيتش معليش. مع الخليع حطيته يطيب بنار ناقصه كامل. انا ما كثرتش الخليع. كاين ناس تشتي تكسر الخليع انا من الناس ما نشتيش. هنايا عندي راس الحانوت وكزبر وكمون وملح وفلفل حار وثوم والطماطم هذيك اللي نطيبها بالحار يعني وريتها لكم من قبل. والزيت نحطهم مع بعضهم ونقفلوا عليها. ما نديروش فيها البصله ما يتمداش فيها البصله تجي ثقيله وحاره. واحد البنه ما شاء الله اللي ذاقها ما يشبعش منها. من موراها بعد ما كملت هذه رحت دات المسكوتشو تاعي. مورفا ندير طارطه صغيره لكن ما قعدتش وما كانش عندي الوقت. درت حاجه خفيفه درت مسكوتشو 4 بيضات فاني قرصه ملح مبشور تاع تشينا اخبيته كما وريت لكم في الالومنيوم. كاس تاع الزيت ماهوش معمر خلطهم كامل مع بعضهم. ذوق الكراميل ونغربلو الفارينه مع 2 باكيات تاع نواره حتى نشوفوا الخليط تاعنا كي تهزيه ما يتقطعش. نحطو في المول مدهون بالزبده ومن بعد من موراها الفارينه ونحطوه يطيب واحد 45 دقيقه. تجي بزاف هايله وتجي هشيشه وخفيفه على الكيف. واكيد كما قلت لكم ديما كي تحطوا المسكوتشو تاعكم ما تنساوش ديروا عليها بالكيردون باه تجي هايله وتجي كامل في نفس كما نقولوا في نفس المستوى. نسيت ما قلت لكمش الكاس تاع الحليب. اذا شفتوني في الفيديو تاعي كتبت لكم حاجه راني نسيت ما هدرتهاش خاطر ماكش راني نعاود نراجع لي فيديو تاعي شحال من خطره بالك 2 ولا 3 4 خطرات باه نحطه في القناه. درت مسكوتشو خفيف ليسونسيال سهره ولما مع بعضنا ان شاء الله دايم الفرح في ديارنا ودياركم ان شاء الله. ان شاء الله ديما ملمومين مع والديكم. اقعدوا معهم ما حد حيين باه ما تندموش من بعد. تهلاو فيهم ديروا فيهم الخير باسكو ندامه ما تفيدكش من بعد. اذا راهم حيين تهلاو فيهم وربي يحفظنا والدينا كامل يا ربي ويقبل علينا. من موراها درت اول مره في حياتي ندير الرفيس وجاتني لحظه ادراك. وليت في بلاصه ماما وليت نطيب وليت مهم ندير حوايج كانت تديرهم ماما. ان شاء الله يا ربي دايم نفرح كما قلت لكم في بيوتنا. هنايا قالت لي ماما حمصتيه شوي اللون تاعو جا غامق شويه هو كل واحد كيفاه يحب. وعندي الغرس درت فيه راكم تشوفوا عندي درت نص باطه درت فيها القرفه والطيب مرحيين جدد الريحه تاعهم ما شاء الله. ذوبتهم مع الزبده
ومن بعد ديتهم لهذاك الدقيق تاعي. هنا قلت لكم جاتني لحظه ادراك، موالفه ماما اللي دير الرفيس وندوروا عليها على هذيك القصعه، نستناو غير وقتها تدور الدوره باه تعطينا في يدنا. ربي يحفظنا كامل الامهات والاباء وكامل الحباب اللي عزاز علينا. انا هنايا لميتو بيدي. انا من الناس اللي ما نشتيش الزبده نهائيا، لكن حبيت ندير بما انه يناير وبما انه اكله تقليديه، حبيت نجربها لاول مره ونشوفها. ماما قالت لي ناقصه شويه الزبده والغرس جات مليحه، ناقصه شويه زبده. لميتها، ما درتش كيما نقولوا الطابع كيما والفا نطبع لكم، درتها غير دويرات وطيبت المسطور. من موراها درت اغاني تاع يناير وخليكم تفرجوا الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الاجواء. ديما كي تكون كيما نقولوا يوم تقليدي نشتي نخلط الحنه فال الخير ان شاء الله علينا وعليكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الاجواء معايا وتكونوا شفتوا معايا وصفه الشرشم الشاوي الشرقي. ما على باليش الناس الغرب يديروا كيما نقولوا هذاك الشرشم يرنخوه ويطيبوه ويديروا له نورمالمون الغرس والزبده والدقيق كيما درنا الرفيس. احنا نديروه مرقه ونديروا الرفيس وحده، نديروا كيما نقولوا البغرير، نديرو البراج، نديرو بزاف اكلات تقليديه. انايا ما حبيتش نديرهم خاطر ماكش على بالي نديرهم يقعدوا يفسدوا، ما عنديش كيما نقولوا اللي ياكلهم. لو كان عندي اللي ياكلهم انا نحب نطيب ونحب ندير بزاف الحوايج، لكن عائلتي صغيره ما تصلحش، لازم عائله كبيره ونطيبوا. ان شاء الله تكبر العائله ونعود ندير لكم طابله طويله وعريضه. اتهلاو في رواحكم وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لاقيكم هذا الفيديو بألف خير ان شاء الله. وما تنساوش كما عودتكم في كامل الفيديو، ما تنساوش الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وبما انك وصلتي عزيزتي المشتركة ولا عزيزتي المتفرجة لاخر الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة. هنا درت لكم طاولة تقليدية بسيطة لكن الشرشم كان فظ، بقات شي تحدث لكم بها تصوار. ليسونسيال نتوما شفتوه كيفاش طاب وشفتوه كيفاش جا هايل. بقى شي قلت لهم ياه راني ما صبرتش استناو. ايا وليت جبتو معايا ودرت لكم قاعده. الله الله ان شاء الله نتلموا كامل ونقعدوا على صحن واحد وناكلوا ماكلة خير وربي يكبرنا في طاعين ان شاء الله يا ربي. هذه مغرف المتتبعات كامل، ربي يحفظكم ان شاء الله. وكان العشاء بربوشه باللحم، جات هايله، جات بالطبع من يدين ما الفحله الحره. ثاني كاين كيما نقولوا بلايص اخرين شفتهم يطيبوا مثلا حاجه بالخليع اليوم والغدوه هذيك يطيبوا حاجه باللحم، يقول لك نحينا القديم ودرنا جديد. يبقاو عادات وتقاليد بزاف هايلين. هذه البلاصه المعروفه عندنا غوفي، كانت معمره بالغاشي وكانت واحد لومبيونس وواحد الاجواء بزاف هايله. كما قلت لكم ان شاء الله عام الخير علينا وعليكم. تهلاو في رواحكم وباي باي، ونلاقيكم الفيديو بألف خير. باي.